السمسميه من اهم الحاجات اللي في حلاوه المولد، ويلا اوريكم ازاي نعملها. هنبدا اول حاجه احنا نحمص السمسم. انا اوريدي حمصته امبارح، ولكن هدخله فرن لدرجه حراره 120 عشان يفضل دافي. خلاص هنزل حله كبيره زي كده، هنزل بميه والسكر، هنزل بجلوكوز. طبعا يا جماعه انا عندي هنا ميزان، وهولع النار على نار متوسطه لغايه لما توصل درجه حرارتها بالترمومتر 175، او لو معهوش ترمومتر لغايه لما الكراميل يفتحها كده خفي قوي. طبعا يستحسن تستخدموا الترمومتر عشان بيبقى ادق واحسن بكتير. خلاص يا جماعه ده وصل درجه حرارته 175 وده اللون اللي انا عايزه. حط في النار وانزل بيه ربع معلقه بيكنج صودا. سباتشولا بسرعه هقلب مع بعض كده. انزل بالسمسم يكون سخن، هقلبه كويس مع بعض. خلاص هنزل بالايه السمسم كله على البارشل بيبر. هاخد من النشابه ارشها بشويه زيت، فردها كده ايه لحد ما اقدر يبقى ايه كلها نفس السماكه. حاول تشتغل بسرعه شويه عشان الايه السكر ما يمسكش. طبعا ولسه دافيه ابدا ايه نقطعها. ممكن بس ايه لو انتوا عايزين تبقى بيرفكت تقصوا الجوانب. يلا ندوق. بجد حلو قوي وتستاهل تجربوها، بالذات لو انتوا بتحبوا السمسم. ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو لو عجبك. سلام.